السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام من كلمة واحدة أو فعل منفي: لا تغضب. دايما لما بسجل فيديوهات عن التربية أو عن تعديل السلوك بأوصي دايما الأهل لا تغضب. افتكروا دايما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. في كل حياتنا مش بس مع أولادنا، ما تغضبوش يا جماعة. الغضب دوت أصلا مدخل للشيطان، ومع الغضب ولو الإنسان استسلم ليه وفعلا وصل لمرحلة الغضب هيوصل لمرحلة ممكن ما يقدرش يسيطر فيها على نفسه. لو هو بيتعامل مع ناس كبار في الغالب هيغلط، والغلط دوت هيرجع لما يهدى هيندم عليه. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لا تغضب، عشان نقدر نتحكم ونسيطر على نفسنا وعلى مشاعرنا ويبقى عندنا قدرة لضبط النفس. تمام؟ بتتعامل مع طفل، بتتعامل مع حد كبير، ما تغضبش. طب حاجة نرفزتني وعصبتني هعمل ايه؟ لو انت واقف اقعد، ولو انت قاعدة قومي اقفي، غيري الوضعية اللي انت فيها. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان هو الشيطان هو اللي بيخلي الانسان يغضب. وهنستخدم الاستغفار والتسبيح لانه بيهدي القلب. خلاص هدينا، نحاول بقى نتعامل مع اي مشكلة بهدوء. تمام؟ سواء مع زوج مع زوجته، الاصحاب مع بعض، الاهل مع بعض، مع الاطفال. لا تغضب. الغضب دوت والله يعني مشاعر قنبلة كده موجودة بتنفجر في لحظة. اللي بيقدر ان هو يقزم غيظه وهو قادر ان هو يمضيه. يعني انت مثلا انت متعصب وتقدر ان انت بقى تنفعل، بس انت قزمته كده وقعدت ساكت وهادي وطفيت شعلة الغضب اللي جواك دي ثوابها كبير قوي عند ربنا. فدايما وصيتي في التربية، في موضوع التربية، وصيتي للناس كلها هي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا عليه لا تغضب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.